تعتبر مدينة جرجيس من أفضل الوجهات السياحية المحلية والعالمية، إلا أنها وكسائر مدن البلاد التونسية تعاني من مشاكل عديدة، لعل أبرزها البنية التحتية السيئة والمتمثلة في طرقات مهترئة والتي تفتقد إلى الصيانة من طرف الدولة التونسية. كما تعاني جرجيس من مشاكل أخرى كالوضع البيئي ببعض المدن كالمنطقة السياحية، والتي يتشكى أهلها من حالة الطرقات والوضع البيئي، إضافة إلى انعدام الإنارة الليلية أو مشاكل التزود بالماء الصالح للشراب في المناطق الأخرى. كل هذه المشاكل تنتظر حلا من الدولة التونسية، كما على المواطن التعاون مع الدولة للوصول إلى حل، خاصة في الوضع البيئي بمدينة جرجيس. فإلى أي مدى ستتواصل هذه المشاكل بالمدينة؟ وهل ستستجيب الدولة لمطالب الأهالي؟ كل هذه الأسئلة ستبقى خالدة في ذاكرة الأهالي إلى حين الموافقة على حل مشاكلهم. رضوان كنيس، لدى إذاعة الحرية، جرجيس.